السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى من ربنا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض أم علي. في ناس كتير قوي بتحب أم علي، والنهاردة قررنا إن احنا نعمل أم علي بالبواقي بتاعة الرقاق. عندنا هنا شوية من اللبن، حوالي كده كيلو، وعندنا زبدة زي ما انتم شايفين ما شاء الله، حاجة كده جميلة بنسيحها اهي، كفاية كده عليها نور اقفلي. وكمان عندنا رقاق، ده رقاق احنا كسرناه وهنستعمله النهارده في ام علي. النهارده هنعمل ام علي بطريقة اقتصادية جدا، مش هنستعمل فيها غير اللبن والسكر والزبدة، مش هحط لها اي مكسرات غير في واحد بس من الطواجن دي، هنحطها في الطواجن الجميله بتاعتنا الصغنونه دي. تمام. هما ولادي مش بيحبوا المكسرات، انا هعمل واحد بس، هحط فيه زبيب وجوز هند علشان باباهم، وهنشوف ازاي الطريقه بتاعتنا هتبدا. هنبدا نحط كده ظرف من الفانيليا كده على اللبن. تمام، لحد ما اللبن يبدا ان هو ايه، ياخد النكهه بتاعه الفانيليا. هنقلبه كده كويس، احنا طبعا غلينا اللبن، يعني اللبن بتاعنا ده لبن مغلي. تمام كده، احنا وزعنا الفانيليا كلها. هنبدا بقى نحط الايه، السكر على اللبن. هناخد كده السكر على حسب الرغبه بتاعتنا، وهنبدا نضيفه كده للايه، للبن. بجد ريحه الفانيليا تحفه. طبعا كده هندوبه خالص. تمام، وهنعمل ايه بقى، هناخد الزبده دي، هنروح كده في كل طاجن، هنروح موزعين كده ايه، شويه من الزبده في كل ايه طاجن، شويه مسحه كده بسيطه. تمام، دي كمان طاجن اهو، وادي الطاجن. تمام، هناخد بقى بقيه الزبده دي ونوزعها كده على الايه، على الرقاق زي ما انتوا شايفين. تمام تمام اهو. بجد ام علي دي من احلى التحليات الموفره جدا. يعني بصراحه حاجه حلوه ومغذيه في نفس الوقت، موفره. هناخد الطواجن بتاعتنا، نبدأ بقى نحط فيها شوية كده من الحاجات الجميلة دي. هنعمل بقى هنا إضافة جوز هند كده للناس اللي بتحب جوز الهند، طبعا كله طلب جوز هند بقى وايه، وما عدا حد واحد. تمام، وكمان هنحط شوية كده من الايه، من الزبيب، مش هنكتر اهو. وبعدين نحاول ندخلها كده شوية، عشان انا عايزة اضيف كمان ايه، شوية من الرقاق كده على الوش. تمام، بصوا بقى الايه، المعجزة اللي هتحصل كمان شوية. هنبدأ بقى برضو، مش هنزعل دي، نخليها كده تاخد برضو مجالها اهي. بعد كده بقى هننزل عليها باللبن الجميل ده. نجيب بقى نحط كده بالكبشة احسن،
عشان ما نبهدلش الدنيا كده. وبالهنا والشفا، ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا جدا. لو عندك بقى حد جاي مفاجأة كده ممكن تقدمي له الحلوة دي، جميلة جدا وسريعة وموجودة في البيت. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. ام علي بتاعتنا طبعا هنحطها في الفرن ونرجع لكم تاني. دلوقتي ام علي طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، وشها احمر وزي الفل. ومش عايزه اقول لكم بقى الطعم والريحه فظاع فظاع، بمعنى كلمه فظاع فعلا. جربوها وقولوا لي في الكومنتات لما عملتوها طلعت معاكم شكلها ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. باي.